أخبار صار لعشاق الإعلام المغربي. بناء مقر جديد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمدينة سلا هو خبر يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الإعلام في المغرب. هذا المشروع الضخم سيعطي دفعة قوية للإنتاج الإعلامي الوطني، وسيسمح بتقديم محتوى أكثر جودة وتنوع. أبرز النقاط التي يجب تذكرها: موقع استراتيجي، اختيار منطقة تكنوبوليس. يضع المقر الجديد في قلب بيئة ديناميكية تجمع بين التعليم والتكنولوجيا. تقنيات حديثة. تجهيز المقر بأحدث التقنيات سيسمح بإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية عالية الجودة وتقديم خدمات رقمية مبتكرة. استعداد للمستقبل. الانتهاء من المشروع قبل مونديال 2030 يعكس طموح المغرب لتقديم صورة إعلامية مشرفة خلال هذا الحدث العالمي. ماذا يعني هذا للمشاهد المغربي؟ برامج متنوعة. انتظار برامج جديدة ومبتكرة تغطي مختلف المجالات. جودة عالية. صورة وصوت أفضل لبرامجنا المفضلة. تغطية شاملة للأحداث. تغطية أكثر شمولية للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية. بصراحة، هذا الخبر يجعلنا نفخر ببلادنا ونتطلع إلى المستقبل بآمال كبيرة. ماذا تعتقدون في هذا المشروع؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.